تخيل معايا قطر واحد مجمع ست كبيرة ابنها رماها عشان تروح دار مسنين، واتنين شباب كانوا مسافرين شغل واتسرقوا، وبياع كتب مؤهل عالي، وبياع شاي نفسه يعلم ابنه ويدخله مدرسة. فيلم ساعة ونص جمع كل الشخصيات دي في كام عربية عشان يعبر بيهم عن مصر كلها. ده يعتبر الجزء الثالث الغير رسمي للثلاثية الواقعية الفرح وكباريه لجراح المشاعر أحمد عبد الله، اللي قرر ياخدنا في رحلة مدتها ساعة ونص. بس المرة دي الساحة مش في حارة ولا كباريه، الساحة هي قضبان قطر حديد لآخر الصعيد، والزمن المرة دي ساعة ونص، هي عمر الرحلة وعمر الفيلم وعمر ناس كتيرة كانت فاكرة انها توصل، بس القدر كان سابقهم. وده اللي هنعرفه ليه بس كمان شوية، ان القطر فعلا ما كانش ينفع يوصل. بس خلينا دلوقتي نبدأ في تحليل وشرح فيلم ساعة ونص، فيلم من أجرأ وأهم أفلام السينما الواقعية. القطر اللي كان طول عمره وسيله مواصلات وربط بين المدن اتحول في الفيلم لحته حديده معبيه جواها وجع ناس الدنيا ضاقت بيهم وتمنوا ان القطر ما يوصلش. ونبدا بايتن عامر وسوسن بدر في صراع مصالح بين الام وبنتها. ايتن بعد ما اتجوزت وخلفت وجوزها مشوه من الشغل ومش لاقي حاجه تسد معاه في مصاريف العيال، والدنيا جت عليها ووضعها بقى صعب، وبتدور على اي مساعده تسندها من الفقر والحوجه، للدرجه اللي وصلوها اللي لما راحت البيت عند امها تدور على اي حاجه تطلع بيها منها، زي بواقي اكل اكلت منها، واللابتوب تسالها انت بتعملي بيه ايه، على امل ان امها تعطف عليها بحاجه. وكل ده ما كانش غريب، الغريب هي ليه سافرت مع امها في القطر عشان تجيب معاش ابوها طول الطريق. وايتن عماله تشتكي من مصاريف تعليم العيال، وانها عايزه تنقلهم من المدرسه بس معهاش مصاريف النقل، وامها عامله نفسها هبله. والغريب ان ما كانش ليهم اسماء شخصيات في الفيلم، وبيندهوا بعض بامي وبنتي. والحقيقه انا مش عارف هل الكاتب نسي يكتب ليهم اسامي شخصيات ولا دي اشاره خفيه، وان طالما ما لهمش اسماء فالمفروض ان دي الامومه المطلقه اللي تفرض على الام انها تساعد بنتها. بس برضك رغم حوجه البنت، مشاعر الامومه ما اتحركتش حتى بدمعه او كلمه عطف من ام عايشه حياتها عايزه تتجوز وتلعب رياضه وتكلم رجاله على النت، مع العلم ان عندها السكر. انانيه الام انها تفكر في نفسها خلاها تدعي الفقر انها بتجيب سجاير فرد. ونهايه الحوار مسكوا في خناق بعض، واللي فض بينهم بياع الشاي في القطر ابو علي، بياع الشاي اللي بيجري بين العربيات عشان يلحق لقمه عيشه ويجمع اي فلوس يدخل ابنه المدرسه ويتعلم بعد مراته ما ماتت، وهو بيحاول يكمل حياته بعد الحياه ما عجزته بدري، وهو بيجري جوه سجن، وينتهي مصيره وهو بيحاول ينقذ عربيات القطر بعد ما كسر الشنكل ومات مفروم تحت عربيات القطر. وكأن نهايته ما تختلفش كتير عن حياته اللي الكاتب برضك ما ادالوش اسم في القطر، وكان منسي ومالوش هويه، واللي يعوز يقول له هات شاي. وكأن بياع الشاي بقى هو اسمه وهويته، حياته هي المعاناه في الحصول على لقمه العيش اللي برضك خلت ابن يرمي امه في محطه القطر زي اللي حصل مع ام عبده، الست الغلبانه اللي ركبت القطر عشان تدور على ابنها اللي مش عارف يجيب ليها مصاريف الدواء ولا عارف يصرف عليه، وساب معاها ورقه اللي يلاقيها يوديها دار المسنين وله كل الشكر. بعد ما ركبت القطر على امل انها تقابل ابنها ويتلموا، وهي راكبه القطر وشايله همومها في بؤجه صغيره، وبتحكي لعز بياع الكتب عن مشاكلها، وكانه بيوضح ان ازاي القطر هو المكان الوحيد اللي الناس بتسمع فيه بعض، لان الكل متساوي في الهموم والوجع. بعد ما شفنا ام عبده بتكلم نفسها من الهم، وكملت الرحله بكسره قلب بعد ما عز قرا لها الورقه لانها ما كانتش بتعرف تقرا، وجاب لها اكل عشان يواسيها. والحقيقه انا مش عارف مين المفروض يواسي مين، وهما الاثنين على الله. مأساة عز في انه مش عارف يجيب شغلانه تجوزه وتستره بعد ما وصل بيه الحال انه بيبيع كتاب الحب في القطر، رغم انه مؤهل عالي وخريج ومعاه ليسانس اداب، وكله طموح يجيب اوضه نوم ب 5000 جنيه. بعد ما صدق ان لقى بنت معدومه ترضى بيه، الشاب اللي كان بيشيل كتب كارل ماركس في الكليه وصل بيه الحال انه بيبيع كتاب الحب في القطر. وبعد ما شاف كل ده في حياته قطع جلد الكتاب ورماها في الهواء، في تفصيله اخراجيه تقول لك ان مفيش حب وهتفضل محبوس جوه القطر. وعلى جانب اخر في القطر بنشوف فرق تعليم وطبقات وتسلط الاسره بين عبد العزيز والدكتوره سناء، الدكتوره اللي نفسها تطلع المنحه بس جوزها مش موافق بحجه انها تسافر مع دكتور غريب. والحقيقه ده رفض مخبي جواه الغيره، لان جوزها وابن عمها في نفس الوقت مش مكمل تعليمه. وبعد ما باع ال5 قراريط اللي حيلته عشان يجيب لها عياده في البلد، وصل بيه الحال انه فراش في عياده مراته، وهو خايف انها تعلى وتتكبر عليه وبعد كده تطلقه بعد ما اتجوزها وهي في تانية ثانوي، وخلاها تخش الكليه. وده كان سبب انه يحس بالندم، لانها بكده مستواها التعليمي بقت اعلى منه. المعاناه في التعليم اللي عاشها عز وخلت الدكتوره سناء تعاني مع جوزها عشان تسافر، خلت برضك الثانويه العامه ليها نصيب من الحزن مع ام حمدي اللي ابنها امتحن الثانويه حوالي 3 او 4 مرات وسقط فيهم كلهم، وعملت له ازمه نفسيه وخلته شاب لا حول ليه ولا قوه، ولا عارف يساعد امه في المحل ولا حتى عارف يتجوز زي اي شاب.
بس مشاكل الشباب ما خلصتش لحد كده. شفنا كمان صلاح وعزت اللي سافروا ليبيا عشان يشتغلوا، وصلاح اتسرق، وعزت قعد سنتين يدور على شغل لحد ما فلوس القيراطين اللي باعهم عشان يسافر بيهم خلصوا كلهم، وكمان راجع بالمرض. وهو كان اكتر واحد كان نفسه ان القطر ما يوصلش، عشان اهله فاكرين ان بعد سنين الغربه هيجي ويعوضهم ويشتري لهم ارض ويجوز اخواته البنات ويسطرهم. بس هم لو كانوا شافوا حاله كانوا طبوا من طولهم ساكتين، وهم مستنينه على المحطه عشان القدر يسبقه والمرض يموته في القطر، وما لقوش حاجه يغطوه بيها غير طرحه سودا قديمه بينت انه حتى لما مات ما لقوش حاجه عدله يغطوه بيها. ومن ضمن قضايا الشباب اللي الفيلم اتكلم عنها سفر الشباب لاوروبا، وبعد ما بيرجعوا بيفتكروا ان الدنيا اتغيرت، زي عادل اللي ركب القطر مترحل مع امين الشرطه وفي ايديهم كلبشات، وتهمته انه باس صاحبته الاجنبيه في شارع مصري. هو فاكرها عادي زي هناك، بس هنا دي قضيه. ولما قابل ماجد الكدواني امين الشرطه اللي شايل همومه في شنطه ميري وبيحاول يجوز اخته، والحمل اللي عليه خف، وده اللي عمله مع عادل لما قال له اتجوز من عندنا وبلاش تتجوز من اوروبا. ودي كانت فرصته انه يجوز اخته خريجه الجامعه المتعلمه المصروف عليها. وكأن الفيلم عايز يعمل مقارنه بين حال البنات هنا وهناك. بره تعمل اللي هي عايزاه، وهنا البنات طلعان عينيهم من اول ما بيتولدوا ويتعلموا ويتجوزوا وهم ماشيين في دوامه. ولو جينا بصينا على حال الناس اللي جوه القطر ما يختلفش كتير عن الناس اللي براه، زي عم مسعود غفير القطر اللي عمره ضاع في البص على الفلنكات. شغلته في الحياه انه يعدي على قضبان القطر، ولو لقى قضيب ناقص او مش مكتمل يحط عليه كبسولات عشان يعرف سواق القطر ان هنا في مشكله، وكل ده عشان 400 جنيه في الشهر. حاله خلاه يمشي يكلم نفسه بعد ما بنته جالها عريس جاهز وخلاص هتتجوز، ومش عارف يجيب لبنته قطين ويسطرها، ومراته الاولى جالها روماتيزم. كان نفسه في حته عيل بعد خلفته كلها ما كانت بنات، ولما اتجوز صفيه عشان تفرحه طلعت ما بتخلفش، وزودت همه اكتر واكتر بدل ما تهون عليه. هي صحيح اتجوزت راجل قد ابوها وقادر على العطاء بنسبه 50%، وكل شويه تحط له في الاكل جوزة الطيب، بس هي ما بتشبعش وراحت خانته مع صبر الميكانيكي. وبعدها حست بندم وقالت ان مسعود ده احسن راجل في الدنيا، بس ما تعرفش الخيانه دي سببها ايه، جوع ولا حرمان. ولقطات المخرج كانت دايما بتبين المسافه بينها وبين جوزها، وكانهم عايشين في عالمين مختلفين. عم مسعود مرارته في الحياه ما كانتش في لقمه العيش وبس، دي كانت في جوازاته ومصاريف العيال وازاي هيجوزهم عشان تخلص حياته بعد ما اكتشف خيانه صفيه وحاول يقتلهم فاتقتل هو. في الوقت اللي كان فيه شباب مش لاقيين شغل بيسرقوا قضبان القطر عشان يعرفوا يعيشوا. ولما عم مسعود ماشي يمر على القضبان وهي كانت فاضيه ما شافش ان مفيش طريق، كل ده عشان ماشي شايل هم انه ازاي هيجوز بنته والعريس اللي جاي جاهز. كل ده خلاه ماشي مش شايف قضبان القطر اللي اتسرقت. لو ما كانش الهم ده عليه كان ممكن يحمي القطر كله من انه يتقلب. عشان نوصل للنهايه، لحظه الصدام مع القدر مع سواق القطر عم ابراهيم اللي مشاكله في البيت وخناقته مع بنته في التليفون انها ماشيه مع اولاد خلته ما شافش الطريق وانه كان المفروض يركز. بس المشاكل وهموم البيت ما فرقتش، وفي الاخر كله خبط في بعضه، بين اللي كان بيدور يوقف القطر وبين اللي فك العربيات من بعضها واللي وقع على الارض والناس داست عليه. واتحققت امنيه عزت ان القطر ما يوصلش. فيلم زي ده كان محتاج لموسيقى تصويريه تنطق بالوجع زي اللي قدمها لنا ياسر عبد الرحمن. قدم ملحمه خلتك تسمع صوت القطر وهو بيصرخ كانه انسان شايل همومه، ومع استخدام كادرات كلوز اب وضحت لنا حاله الاختناق اللي عاشوها ركاب القطر وهم بيحكوا مشاكلهم. الفيلم عن حادثه مجتمع ماشي باقصى سرعه تجاه حيطه سد، كل واحد في القطر عنده وجع نفسه يخلص منه. الفكره ان الفيلم مش عن حادثه قطر، ده عن حادثه وطن، بين الشباب المؤهل العالي اللي مش لاقيين شغل وبيوزعوا كتب في القطر، والست اللي مش لاقيه مصاريف العلاج فاضطر ابنها انه يرميها. كلهم كانوا راكبين القطر وماشيين في سكه مجهوله وما كناش عارفين المحطه فين اللي هينزلوها. في تفصيله كانت مستخبيه انه ما ذكرش محطه القطر فين، زي اسم ابو علي بياع الشاي وايتن عامر وسوسن بدر، وكل ده بيعبر عن المصير المجهول. شفنا في فيلم ساعة ونص حدوتة مصرية، وعرفنا ليه ان دي اهم رحلة في تاريخ السينما المصرية. رحمة الله على السيناريست احمد عبد الله، قدم لنا 3 اعمال عن تشريح المجتمع زي ثنائية الفرح وكباريه وبردك فيلم ساعة ونص. كنت عملت بردك تحليل عن فيلمين الفرح وكباريه، هسيب لك رابطهم في الجنب. ودي كانت سينما ميرا وانا محمد ميرا. اشترك على القناة واعمل لايك على الفيديو، وعلى ما نتقابل في حلقة جديدة اتفرج بقى على الثنائية، وعندك كمان عمارة يعقوبيان.